كلام ربنا، لان قلبي كلمني. عرفت ان هو ده ربنا الحقيقي، لان كلامه دخل قلبي وعقلي واتقال على لساني في مزاجي وغصب عني. قلت هو ده فعلا الكلام اللي يسكن في القلب ويملاه بالامان. الاحساس ده انا عمري ما حسيته وانا بقرا في الكتاب المقدس. عمري ما قريت ايام من الكتاب المقدس وبقيت تتردد كده على لساني. عمري ما حسيت الاحساس ده وانا بقرا من الكتاب المقدس. عارفين لو وانا بكلم ربنا سمعت صوت جرس كنيسة او سمعت ترنيمة او سمعت اي حاجة بتثبت لي ان ايماني الاولاني صح، في اللحظة اللي انا بقول فيها يا ربنا يا حقيقي كنت عرفت ان يسوع ده هو اللي صح. لو وانا بسأل ربنا وبقول له يا ربنا اللي خلقت كل حاجة، نسيل الانشاد ده كلامك، لو كان رد عليا بجرس كنيسة ولا بترنيمة ولا بأي حاجة من الحاجات ديت انا كنت اقتنعت وكنت عرفت ان اللي في دماغي ده كان شكوك، وما كانش همني اللي سمعته من الولد على المحطة، ولا همني نظرات الناس، ولا همني الحاجات دي كلها. لان بمنتهى البساطة يسوع ما يقدرش يعمل حاجة، لانه ما قدرش يعمل حاجة ولا قدر يمنعني حتى ان انا اطلع اتكلم في الميعاد دوت عشان اسمع بوداني الاذان في الميعاد ده، واسمع بوداني القرآن اللي فيه الكلام ده مخصوص، اللي فيه الكلام اللي انا بسأل فيه. ما كانش هيخليني اسمع كلام ينكر الوهيته كده خالص. لو كان هو بيقدر يعمل حاجة علشان يريحني، لكن هو ما ريحنيش كأنه مش هنا خالص، في حتة تانية وانا بكلم نفسي. فانا بشكرك يا رب، انا بشكرك وبقول لك شكرا على كل الكرم دوت اللي انا ما استحقوش. وفعلا يا رب انا اشهد ان مفيش اله غيرك، خلاص بعد اللي انا شفته وحسيته وسمعته بقلبي اشهد فعلا ان مفيش اله غيرك، واشهد ان رسولك هو رسولك، محمد رسولك. يا رب انت ما حدش سمعني غيرك، انا هعمل كل اللي انت قلت لي عليه، انا هعبدك انت لوحدك وهصدق كلامك انت لوحدك وكلام رسولك اللي ياما غلطت فيه بدون ادب وبدون خوف. قلت اسوأ كلام. اسفة يا محمد، اسفة يا حبيبي، اسفة. أسفة المسلمين على كل لفظ ثبته فيكم وراعيت في شعوركم. أسفة يا أمنيات على الكلام اللي أنا قلته في الروم التاني لما رديتي عليا وسمعت الكلام وحش عن دينك وعن الرسول وعن أصحابه وعن المسلمين وعن كل حاجة تبع الإسلام بقيت عيب فيها. سامحيني عشان ربنا يسامحني، سامحيني. وأسفة ليكم كلكم، أسفة الأستاذ وسام، وأسفة الأستاذ سلفي، وأسفة لكل اللي أسأت له وأسأت لدينه، وأسفة كل مسلمة وقفتني في الطريق في الشارع وبقت تكلمني وتنصحني، وتكلمني على لبسي وعلى شكلي وتقول لي كده هتتعكسي، كده هتخلي الشباب يأذوكي. كنت بهزقها واشتمها، قول لها انت مالك، انت انا مسيحية. انا مسيحية دي يعني المفروض مثلا ان انا ابقى
صندل كده معروض على اللي يسوى واللي ما يسواش. المسلمه دي المفروض هي اللي تحافظ على نفسها، لكن انا علشان انا مسيحيه فرجي الناس براحتهم عادي. كنت عامله زي الحيوانات. دلوقتي انا عمري ما هسيبك يا رب، وعمري ما هبعد عن طريقك، عمري عمري عمري. ولو مين كلمني، لو البابا نفسه جالي وكلمني، انا عمري ما هسيبك، لان انت اللي رديت عليا وهو ما ردش عليا. انت اللي سمعتني، ما حدش سمعني، اللي اتريق واللي طغر واللي شتم واللي قعد يموع في الكلام. انت الوحيد اللي لما لجأت لك رديت عليا. اي حد هيقول لي انت رحتي لدين محمد اللي فيه كذا وكذا، انت رحتي لرسول الاسلام اللي عمل كذا وكذا، هقول له طز فيك، هقول له طز فيك، سوري. لان محمد دوت كلامه هو اللي ريحني، كلامه هو اللي رد عليا لما سألت. رب محمد دوت اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليه الشيطان، هو اللي رد عليا لما قلت له يا ربنا يا حقيقي. لو ما كانش هو ربنا الحقيقي ما كانش رد عليا. ازاي اسيبه بعد كده؟ ازاي ابقى متكلمه وجبانه وما بقدرش النعمه اللي جات لي؟ انا ما صدقت ارتحت. انا اسيب بعد كده ربنا؟ يستحيل اروح اجري ورا كتاب، اروح اجري ورا كتاب مكتوب فيه كلام كسفني وضحك الناس عليا. لا، الكتاب ده انا مش هامن بيه، اسفه. انا قبل ما اسيب الكتاب دوت سالت ولفيت على طوب الارض، محدش اقنعني ولا حتى قال لي سبب مقنع. فالكتاب ده انا مش عايزاه خلاص. فدام الكتاب ده بيحرجني وبيكسفني وبيضحك الناس عليا وبيسمعني كلام من واحد ساقط، بيبين لي كده كأن انا بنت مش كويسه، انا مش عايزه الكلام اللي انا بعد ما شفت كلام ربنا وبعد ما ربنا رد عليا بنفسه يستحيل اقبل كلام من اي حد. خلاص. خلاص. اللي عايز بقى نشيد الانشاد خليه مع نشيد الانشاد، وانا خليني مع كلام ربنا اللي رد عليا، خليني انا مع كلام ربنا. واي حد يشتم على الاسلام خليه يشتم على الاسلام، اشتم. الاسلام مش هيتأذي في حاجه ولا هيأثر في شتمتك. كانت أثرت في شتمتي، انا لما شتمت كان الاسلام اتأثر بشتمتي؟ ما تأثرش بشتمتي. هتيجي بعد كده هتضرب نفسك ب60 جزمه على كل اللي انت قلته في حق ربنا، زي ما انا ضربت نفسي بالظبط. بس انا ربنا نورني وعرفت الطريق ولحقت نفسي وانا عايشه. فقلت تلحق نفسك وانت عايش. اي حاجه هتسمعها فلان قال ده محمد بيقول، فلان قال ده محمد عمل، هتمشي ورا كلامه، امشي ورا كلامه. انا بقول لك ربنا قال القرآن اللي انت سمعته ده. لما سألته رد عليا. عايز تصدق حد تاني صدق، بس انا كده خلصت ذمتي كده اهوت. انا كده عملت اللي عليا ووصلت اللي حصل لي وما خبيتش ونصحت وعملت اللي عليا. هتقعد تنده في يسوع بعد كده في الاخر بعد ما تموت وهتقول له الحقني، هتقول له يا رب يا يسوع الحقني، انا كنت بمجدك وكنت بتبعك. مش هيعبرك لانه ما عبرنيش. مش هيعبرك. لو كان هيعبرك كان عبرني. لو كان يسوع بيحبني كان عبرني وكان ريحني. ما كانش خلى الراحه اللي في قلبي ديت تجيلي من دين تاني غير الكتاب بتاعه. انا كل اللي هعمله ان انا هصلي بس لربنا ان هو ينور طريقكم. كل حيران ربنا ينور طريقه ويوريله اللي انا شفته. بجد اي حد هيعيش اللحظه اللي انا شفتها ديت ويطلبها من ربنا بصدق هيحس بيها وهيعرف يحس بشعوري فعلا. وانا كده خلصت اللي عندي.
انا كده خلصت اللي عندي، واسفه ان انا طولت عليكم، بس حبيت اشكر في ربنا على العام زي ما زعلت على العام، واشكر في سيدنا محمد على العام زي ما زعلت على العام، واشكر فيكم على العام زي ما زعلتكم على العام. ومش هرتاح الا لما تكتبوا لي كلكم ان انتوا سامحتوني، ان انتوا كلكم محدش زعلان مني. قولوا لي انكم سامحتوني ومحدش زعلان مني، عشان احس ان ربنا سامحني. متشكرة جدا جدا. إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء.